الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا ذكر الله لفظ الجلالة، إذا سمعوا الله وإذا سمعوا فارح وجامع ليست سواء. إذا سمعوا كلمة الله لها معنى لهم، إنها تتغلغل في دماغهم وتدخل في شرايينهم وتحيي ذلك النور الذي نفخه الله في آدم في ذلك الوقت يوم أن سجدت الملائكة، فيعيشون في لحظات ما ألذها. والله لو علم الملوك ما نحن فيه لجالدونا. تلك اللحظات التي تذرف فيها العيون وتطمع فيها القلوب لا يعلمها إلا من أعطاه الله حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إخواني الأعزاء، وإن لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا حق. ذلك الرسول، ذلك النبي الأمي، ذلك اليتيم الفقير الذي أخرجه الله من مكة بعد أن مات أمه وأبوه وترعرع في وسط مجتمع مشرك يعبد الأصنام ويشرك بالله تبارك وتعالى. وتلك الخطط المتتالية لولا الجهد، لولا أن ربط الحجر في وسطه، لولا أنه ترك اللذة والراحة يوم أن نزلت عليه قم فأنذر، والله ما تنعمنا بقوله لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله لم تأتي هدية ولم تأتي مجانا، ولكنها جاءت بدماء رجال، جاءت بجهد جهيد، جاءت بتلك الرحمة التي كان يبثها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. جاءت بتلك المحبة التي كان يوزعها في قلوب البشر، لا في قلوب المسلمين، في قلوب البشر جميعا. الذين يؤذونه ماذا يجيبهم؟ يرد عليهم بالإحسان. الذين أساءوا إليه ماذا يعمل؟ لا ينتقم منهم صلوات ربي وسلامه عليه. تلك الأخلاق التي وصفها الله جل وعلا حيث قال وإنك لعلى خلق عظيم. تلك الأخلاق هي التي جعلته نجما لامعا متلألئا تجتمع عليه جميع العقول، عقول من أراد الهدى والخير. فماذا يجب علينا تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ محبته من كل شيء على وجه الأرض. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى من كل شيء، من نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه. وماذا أيضا؟ اتباعه صلوات الله وسلامه عليه، اتباعه، الاستمساك بهديه، رفع هذا الكتاب الذي جاء به، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، التسنن بسنته، اتباع خطواته، التشبه بأفعاله. هذا الذي يجب علينا أيها الأحبة في الله. المظاهر لا تجدي شيئا، أهم شيء أن تكون على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقوم بواجبه، لأن هذه الأمة لن يبعث فيها بعده. فمن ذا الذي يحمل الفرقان؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده
فإذا توفى الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم فمن أحق الحقوق أن نرفع بعده وندعو الناس إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، إن هناك حقوقا أخرى عسى أن نستفيد من الدقائق الباقية فنمر عليها ونشير إليها على قدر المستطاع. حق الوالدين، ذلك الحق الذي أردفه الله حقه. ذكر حق الله ثم أردف الله حق الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الأم والأب والأرحام. الأم الذي قال الله في شأنها حملته أمه وهنا على وهن. الأم التي نسجك الله في بطنها في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. في داخل هذه الظلمات وفي بطنها خلقك الله تبارك وتعالى وهي تعاني، تتكيف، تتألم، وأنت مثقل عليها. تلك الأم التي تشفق عليك أكبر الشفقة، فما من زلة وما من كبوة وما من سقطة إلا ويلهف قلبها. الأم التي نذكرها ليست أمك التي ولدتك فقط. كل أم على وجه الأرض أم لك. الأمهات على الحقوق سواء، لا لون لهم ولا عقيدة لهم ولا صفات لهم. كل أم مسكينة تحتاج إلى رحمتك ومساعدتك وعونك. يجب عليك أن تتخذها كأمك. الآباء الذين وأنتم منهم يغدون كل صباح، من الصباح إلى المساء يعملون ويجدون ويكدحون بأقصى الظروف في الحر والبرد القارس والمعاملة التي لا يرتاحون لها. كل ما يقع على عاتقهم وما ينزل على جواهرهم من أجلك. الآباء الذين فعلوا كل ما يستطيعون حتى يجعلوك رجلا متعلما طيبا ذو أخلاق وشرف وهيبة وكرامة. الآباء والأمهات، أحسن كلامهم، ألطف بهم، ارحمهم، رحبهم، احترمهم. وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. كلمة أف إنها من أحقر ومن أقل ما يصدر عنك. ليس سبا ولا شتما ولا عقوقا ولا رفضا ولا إيجاعا. تخدمه وتبر به، فإذا رأيت منه شيئا قلت أف. هذا أقل ما يصدر، فذكرها الله تبارك وتعالى: ولا تقل لهما أف.
أفلا تتذكر يوم كان لك ظهورهم لك مركوبا وحجورهم لك حماما تفعل بهم ما تشاء، كيف تقول لهم أف واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟ لا تنتصب، لا تشمخ بأنفك عندما تكلم الأب والأم. اخفض جناحك، انحني، احترمهم، أرهم أنهم لولاهم ما جئت إلى هذه الدنيا.